السلام عليكم ورحمة الله. أنا بس بدي أوجه رسالة لعموم الشعب السوري بدون تعميم على الكل. أكيد في ناس ما مشمول بهذا الكلام. أنتوا قديش تافهين؟ يعني أنتوا شي مركزين لي على أحمد الشرع راح على السعودية، وشي إنه ما بينام، وشي كذا وكذا وكذا، وما في معتقلين وصيدنايا، وما في خبز، وما في إنترنت لك أنتوا ليش لهالدرجة تافهين؟ شو هاد المواضيع اللي تشغل بالكم بشكل كتير تافه يعني؟ تعالوا شوفوا وين الاهتمام. على انستغرام صار يبعت لي. شو بعدين اكتشفت انه لا، في قصة هي المواضيع اللي الإنسان بيركز عليها، لا تكونوا كتير سطحيين لدرجة بتخلي، يعني للدرجة اللي بتخلي الواحد يشمئز منكم يا أخي. الله. معينة. ما لا، ما في لا قصة ولا ولا لا، شيء، لا. هيك بالصدفة. بالصدفة البحتة. لكن شو بتكذب عليك؟ ايش انت كذبت عليك؟ يعني الشيف عمر يا جماعة عم بيحكي قصة كيف تعرف على مرته، انتوا ليش متضايقين؟ هيك الواحد بيركز على هي المواضيع، هي المواضيع اللي بتعمر بلد. هي المواضيع اللي انت كأخ كبير لازم تقول له عليها لأخوك الصغير. لا، الأب لازم يقول على لابنه عليها، الأم لازم تعلم بناتها على انه تشوف هيك شغلات. هي المواضيع اللي بتعمر بلد. اما والله احمد الشرع عليه مسؤولية كبيرة وضخمة ببناء البلد. المعتقلين لسه لحد الان عم نطالعهم من صيدنايا، لدرجه انه عم بفتح السوشيال ميديا ما في صفحه، حتى الصفحات اللي انا متابعه لانه تعطيني محتوى سياسي مثلا، عم يطلعوا لي الشيف عمر كيف عم يتقاتل مع امه واخوه، كيف عم يتعرف على مرته، كيف عم ما بعرف شو عم يعمل، والله لا يوفقكم اذا انتم ظالمين لك محور البلد صار. انا من عادتي لا يمكن انه اعلق على هيك مواضيع، بس الشغلات يعني الصفحات اللي المفروض تجيب مواضيع مهمة ناشرة عنه. فالمشكلة بالموضوع يا جماعة باللي جاعوا ما عم يشبعوا، فنحن اليوم عم نعاني من هؤلاء الناس اللي ما عم يقدموا شيء للبلد. أنا الملايين هي ملايين المتابعين لازم حول المنصة هي لوجع الشعب، للحديث عن مواضيع بتخص الشعب، لحتى روح على المخيمات كل يوم لازم نزل فيديو عن المخيمات وعن الجوع وعن الأزمات اللي عنا وكيف نتعاون مع بعض، كيف نرتب البلد، كيف نمنع موضوع توسيخ البلد. يا أخي اعمل أي شيء بخص البلد. أنا اليوم هي أمانة برقبتي، ولكن اللي جوعان لا يمكن بعمره إنه يشبع، وهذا اللي عم يصير. لذلك يا جماعة نحن اليوم بدنا ننبه أولادنا إنه حاج ننفخ بالجوعانين. لو أنت اليوم عقلك صغير رح تطلع من منطلق والله غيران والله مدري شو والله كذا، شي بتقلي شو والله انا كنت محجبه وشلت الحجاب وبحترم ومدري شو كذا والتاني بيقول له قال انا لست متدين وانا مو الشيخ عمر انا الشيف عمر، على اساس انه والله بس الشيوخ اللي محجبين اخواتهم يعني ونسوانهم، وعلى اساس انه هو اللي بيسمح للمرأة انها تتحجب ولا لا، يعني انا الشيف عمر ولا. فالموضوع كارثي جدا بهدول الناس اللي جوعانين وما عم يشبعوا. انا مقدر تماما انه في امهات تمام ما بيقدر عليهم الا الله، ومقدر تماما انه انت تكون مازوخي وتحاول انك ترضي مرتك ومن هالكلام هذا وتكون تحتها وباي طريقه شو بدك شو بدك. وكمان بفهم هالشي ومقدر تماما انه في نسوان ما بيقدر عليهم الا الله، خصوصا عندنا نحن بسوريا. تمام. ولكن لما بنبتلي بهالفواجع هي لازم نحاول بقدر الامكان ما نفضح حالنا. أنا اليوم أمانة بعنقي هاي المئات الآلاف الملايين من المتابعين، ملايين من الناس، أمانة بعنقي بمرحلة حساسة جدا. ماري أنطوانيت كله جاتو ما حاسين شو صاير برا، قال يلا كله جاتو. وهدول نفس الشيء، لكن العالم عم تموت برا البلد على كف عفريت. وهو انتوا ظلمتوني، محور المجرة معلم جالاكسي نظامي صار سموه له موبايل باسمه، يلا الو. ليش وغيره نفس القصة. ناس لا يفقهوا من الحياة شيء، لا علم ولا منطق ولا أخلاق ولا مسؤولية ولا أي شيء، وبياكل ما بيشبع، وقاعد عم يطالع غسيله على السوشيال ميديا. اتصل عليها إلا خلاص الموضوع عيب، ترى أخذ أكتر من حده. اتصل على أمك وإلا تفاهم معاها، وإنتي أمه كمان. اتصلي على ابنك، كبري راس كبري عقلك. لسه عاملين فيها مواضيع الكنة والحماية، ترى بكل عيلة في كنة وحماية بس مو لهالدرجة. في ملايين عم تتفرج، في عرب عم تتفرج، ما في بيت لا يخفى عليه هذا الموضوع تبع الكنة والحماية، وتبع انه بتجي الكنة بتحكي مع اختها وبتقول والله لو بتموت ماني داعمتها بالقناة. يخرب بيتكم موقعكم. وهذا الكلام انا ليش بتخوزق منه بصراحة بعز دين ام الازمة اللي نحن فيها.
بعز دين ام الازمه سوريا كلها ما مجمعه، لا فصائل عم تنضم، البلد على كف عفريت، ما صدقنا على الله ايمت عملوا حكومه كيف من كان لحتى بس. وطلع هو انا على فكره انتم مزودين علي كتير، وانا اخي اول من دعمته، يخرب بيتكم موقعكم. ولسه بدهم يطلعوا لي هلا عالم بيقولوا ايه هن كانوا مكتومين ليكك انت عم تشهر فيهم. شلون عم يشهر فيهم؟ ما ضل صفحة. انا مصدوم انه في صفحات ما متخيل ابدا ينزلوا هيك اخبار.